وهذا توأمي بي. مرحبا. وهذه هي حكايتنا. الحلقة الخامسة. غدا العيد. في البداية كان من الصعب، ولكن العيد أصبح قريبا. الصيام سريع جدا. جدتي صديق بين كان صايم طول اليوم وحصل على 5 ريال. يا جدة فهمتي بشكل الحين. لكن ايوه لكن وش هو؟ صديق بين كان صايم نص اليوم مو كله. يصير ولا ما يصير يا جدة؟ اكيد يصير، بس الأطفال الزين أحسن يصومون اليوم كله، راح يحصلون حسنات ويدخلون الجنة. إحنا أطفال زينين مش كذا يا جدة. أكيد أحفادي كلهم زينين، عشان كذا لازم تكونوا مخلصين في صيامكم، مشو عشان الفلوس وبس. أنت مشكلة. أنا آسف جدتي العيد ممكن بكرة. والله لو صحيح أقول لازم نطبخ للعيد من الحين. العيد بكرة؟ إيش راح تطبخون للعيد؟ جيش ماكلي. أنا أريد كبسة. تريدون تاكلون دجاج؟ أيوة. روحوا صيدون. ما في مشكلة. يا وش اللي تدورون عليه يا عيال؟ قايدين ندور على إيه؟ أنت مو بصايم؟ أنا صايم نص يوم بس. جدتي قالت اللي يصومون نص يوم مثلكم ما يحصلون حسنات. أيوة صح. حصل حسنات وشوله عشان تدخل الجنة. كملوا انت. ما أريد، أني صايم. لكن انا اريد ادخل الجنة كمان. من بكرة اريد اصوم اليوم كله. لكن العيد ممكن بكرة. جئت متأخر. إيش من حظي هذا؟ هاي اصبر أنت. ايوه ايش في؟ لا ما في شيء. إحنا رايحين نصيد دجاج. لو صاركم في الصيد ممكن بكرة العيد اكل كثير. أيوة. البقرة هذه تبغى تاكلها؟ ما ممكن. يا ولع النور. ايوه كده يا ابويا. عايزين نور. معلش أقول أسفين. هاي وش هو اللي تمسكون الدجاجة يا عيال؟ قالت راح تطبخ لنا دجاج. لكن أنا خلاص اشتريت. لكن لمين هذه الدجاجة؟ هذه دجاجتي. يا هذاك اليوم كنا مرة زعلانين من روز. زعلانين. لكن هذاك اليوم روز قالت العيد بكرة. احنا كلنا كنا مبسوطين. ايوه مبسوطين كثير.